اللي العيلة كلها من سنين بيحلفوا بيه. هعمل الكحك معاكم بالميزان وبالكوباية، وهكتب لكم المقادير زي ما عملته، وكمان بالكمية المضاعفة. بس لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. أول حاجة هبتدي بيها الخميرة. حطيت في كوباية 65 ملي مية، يعني حوالي 9 معالق أكل مليانين. ضفت عليهم باكت خميرة 5 جرام، وعليها معلقة صغيرة سكر. قلبتها وغطيتها وهسيبها لحد ما تخمر. بعاير الدقيق في كوباية معيارية بالمعلقة علشان ما يكونش فيه فراغات في الكوباية ويديني مقدار غلط. أهم حاجة في الكحك دقة المقادير والتعليمات. الدقيق لازم يكون نوع ممتاز، والبروتين فيه يكون أقل من 12%. كل ما البروتين ما بيقل نسبته بيخلي الكحك يطلع ناعم ومظبوط. في نوعين بس اللي بستعملهم، لو عايزين تعرفوهم اكتبولي في التعليقات وهقول لكم عليهم. والميزان مطفي، حطيت عليه البولة وبعدين شغلت الميزان وبدأت أضيف الدقيق في البولة لحد ما وزن معايا 500 جرام، يعني نص كيلو، يعني 3 كوبايات وربع. دخلت الدقيق، بحب أنخل الدقيق مرتين، بحس إنه بيحسن من نعومة الكحك. وضفت عليه معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة من ريحة الكحك البودر اللي احنا بنسميها بهارات الكحك. لو مش متوفرة هنضيف بدلها ريحة الكحك السايلة اللي بالموز أو بالورد. ضفت معلقة كبيرة من السمسم مش متحمص على النار في طاسة، حمصته وضفته على الدقيق. عندي محلب حصى طحنته وخدت منه رشة. ما تزودوش ريحة الكحك ولا المحلب علشان كترهم بيمرر. بقلب الدقيق كويس وهبدأ أوزن السمنة. حطيت كسرول على ميزان مطفي وشغلت الميزان. هستعمل سمنة جاموسي، تقدروا تستعملوا السمنة البقري أو الخليط أو النباتي. المهم ما ينفعش نعمل الكحك ولا بالزيت